ورجعنا وياكم مشاهدينا من بعد الفاصل مع طبق الفوالة. وطبقنا اليوم يعتبر من الأطباق الشهيرة عندنا في دولة الإمارات وفي دول الخليج اللي هي الخبيصة، لكن هالمرة بنسويها بدبس التمر. نستعرض ويا بعض المقادير. احنا محتاجين حق هاي الوصفة ما يعادل كيلو من الطحين المشفشف. بتلاحظون اني انا هني حطيت الطحين في المقلاة عندي وشفشفته، يعني حمرته. ويعني يفضل دائما بعد ما نحمره او نشفشفه ان احنا ننخله، لان في بعض الاوقات يكون في بعض الحبيبات ما تكون تحمصت عندنا، فننتبه لهالموضوع. وعندنا هني المقدار دائما نتعارف عليه انه 3 اكواب من السكر، لكن هالمره انا شو سويت؟ اخذت كوب واحد من السكر وضفت كوبين من دبس التمر عشان ارفع القيمه الغذائيه بالنسبه لهاي الوصفه. وعندنا هني ما يعادل كوبين الى 3 اكواب من السمن. وعندنا هني ماي الورد، وعندنا الهال المطحون او القناد، والزعفران، بالاضافه للتمر اللي احنا بنزين فيه. بنبتدي وياكم مشاهدينا. اول شيء شو بنسوي؟ بنبتدي نضيف الدبس اللي عندنا، وبيكون عندنا هني الشكر. هاي تقريبا المكونات الاولى اللي احنا بنبتدي فيها وصفتنا. وبيكون عندنا ماي. هني عندي انا هالجدر حار، لو حطيت الدبس بيحترق عندي، ولو حطيت الشكر بيبتدي يذوب بسرعه، وبعض الاطراف بتبتدي تحترق عندي. شو افضل طريقه اني انا اسويها؟ بضيف شويه من الماء، ومن بعدها ببتدي اضيف عندي الشكر والدبس. ضفنا القليل من الماء عشان بس شوي نبرد الجدر عندنا. وبنبتدي نضيف الشكر ما يعادل تقريبا كوب. وبنضيف عندنا هني كوبين من دبس التمر. وانا افضل اني دائما استخدم دبس التمر، لان قيمته الغذائيه تكون اكثر من الشكر اللي احنا نستخدمه، وخصوصا الناس اللي يعانون من مرض السكري ممكن هم يتناولون هالشيء، لان الدبس يعتبر من الاشياء اللي هي الطبيعيه بالنسبه لتحليه الاشياء او السكريات. وعندي الطريقه التقليديه اللي احنا سويناها قبل، احنا نذوب الشكر ونخليه يوصل لمرحله الكراميل، ومن بعدها نبتدي ان نحن نضيف الماء ونكمل الطريقه. لكن بما ان هنا عندنا الدبس اوريدي لونه غامج، فهو اللي بيعطينا اللون، فمو محتاجين ان نحن نذوب الشكر وناخذ اللون الكراميل، لان اوريدي اللون عندنا هني لونه احمر او اللي هو اللون الغامج. بنضيف 1.5 لتر من الماء. وببتدي اضيف هني عندي شويه من الهيل المطحون. ودائما احب انا اكثر منه، خصوصا في الحلويات التراثيه الشعبيه عندنا. وبضيف عندنا هني الزعفران، والزعفران ممكن احنا نودنا في ماي الورد وعقب نضيفه، وممكن احنا نحطه وبيعطينا النكهه والطعم. ومشاهدين بعد ما ضفنا الزعفران بنغطي الجدر وبنخليه لين ما يفور، ومن بعدها بنكمل وياكم الخطوات بالنسبه للخبيصه. مشاهدينا من بعد ما غطينا هالجدر وتأكدنا أن الشكر عندنا ذاب ويا الدبس، بنبتدي الحين وياكم نضيف مقدار الطحين اللي عندنا. بتلاحظون هي ابتدى الدبس عندنا ويا الماء يفور والشكر. بنبتدي نضيف الحين مقدار الطحين اللي عندنا. وهاي الطريقة بالنسبة لي الخبيصة. في الطريقة الثانية اللي هي بالنسبة لي العصيد تقريبا نفس الفكرة، ولكن نسبة الماء تكون أكثر. ونخلط الحين عندنا الخلطة هاي. بتلاحظون انها شوي اغمج من الخبيصة العادية. ليش؟ لان الدبس هني عندنا تركيزه عالي. والحين مشاهدينا بنبتدي نضيف وياكم مقدار السمن عندنا. والهدف من اضافة السمن انه بيخلي عندنا الخبيصة تكون نثرية وما تكون وايد ملزقة في بعضها. بنضيف التمر او عفوا الدهن. اضف تقريبا نص المقدار. نحرك الخليط عدل لما يبتدي يندمج عندنا. في هالاثناء مشاهدينا ممكن احنا نضيف المطيب الاخير بالنسبه للخبيصه اللي هو شوي من ماي الورد. نضيف شويه من ماي الورد تقريبا ما يعادل فنجان القهوه، متعودين عليه دائما.
واتاكد مشاهدينا دائما اني انا خلطت الخبيصه عدل، لان في بعض الناس يخلطونها ويوم بيبتدون يغرفونها تكون في مثل مناطق او قطع موجوده هني بعدها طحين ما تكون اندمجت مع الخليط، فننتبه لهالاشياء. مشاهدينا الحين بنغطي عندنا الجدر وبنخلي الخبيصة تسكر عندنا، وبعدها بنبتدي نغرف وياكم وصفتنا. مشاهدينا بعد ما قطعنا هني عندنا التمر بنبتدي نغرف وياكم طبختنا او طبق الحلو لليوم. بتلاحظون بس مجرد انه يتصاعد عندنا هذا البخار دليل ان سكرت عندنا الخبيصة. فشو بنسوي؟ بناخذ عندنا هالجدر وبنبتدي نغرف وياكم وصفتنا. فدائما الخبيصة نخليها شوية من بعد ما نسكر عنها الضوء، بترد مرة ثانية انها تكون نثرية، بس لان الحين تونا مظهرينها من الجدر بتحسونها شوي لينة، لكن خليها شوية بس دقايق بتلاحظون انها كيف بتنشف شوية. في ناس يسوون الخبيصة بأكثر من طريقة، في حد يسويها بالفندال، حد يسويها باليزر مثل فكرة العصيدة. فهاي تعتبر من الأشياء الجديدة اللي دخلت عندنا في المطبخ الإماراتي. هاي هي الخبيصة بعد ما وزعناها في صحن التقديم. بنبتدي نحط شوية من التمر عليها من فوق عشان نبين لهم ان هي تحتوي على الدبس او التمر. ممكن حتى نزينها بشوي من الفستق عشان نكسر اللون البني، فهو على حسب الرغبة. مشاهدينا هاي كانت وصفتنا للخبيصة بدبس التمر. أتمنى أن وصفتنا نالت على إعجابكم، وعليكم بألف عافية. مشاهدينا هاي كانت أطباقنا لليوم التراثي الإماراتي الشعبي.